سيادة السيد يوسف ندى، مفوض العلاقات السياسية الدولية في جماعة الإخوان المسلمين. أستاذ يوسف، مرحبا بك. مرحبا بك يا أخي. في الحلقة الماضية توقفنا عند نقطة هامة تتعلق بالإخوان المسلمين في إيران أو أهل السنة في إيران وتنظيم الإخوان المسلمين تحديدا هناك، وأحمد مفتي زادة زعيم الإخوان هناك والذي التقيت به ثم قبض عليه بعد ذلك من السلطات الإيرانية، وبعد خروجه من السجن بفترة وجيزة توفي. كيف السلطات الإيرانية تسمح بقيام تنظيم أو السماح بتنظيم للإخوان يكون على علاقة بقيادة خارجية؟ تخشوا أن زيارتكم لأحمد مفتي زادة تكشف وبالتالي تؤثر على علاقتكم بإيران؟ هي قبل دي حصلت مشاكل. أنا كنت مرة من المرات دخلت إيران وكانوا يعرفوا أن أنا واصل، يعني كمال خرازي كان يعرف أن أنا واصل. كان وقتها وزير خارجية؟ لا، كان وكيل وزارة الخارجية. أنا بلاحظ أن علاقتك بوزارة الخارجية يعني ما كانش لك. كان بالرئاسة والخارجية، أنا ما كان لي علاقة بحد تاني. طب الرئاسة والخارجية دي بتتعامل مع الدول؟ طبعا إلا الحاجات الشعبية ده موضوع تاني. الرئاسة والخارجية دي بتتعامل مع الدول، يعني أنت كده يعني بتمثل حكومة الظل زي ما يقال. يعني نقول 84 مثلا، يمكن 84. نعم. أي. كانت أنت كنت بتتردد على إيران كما هو واضح، يعني ربما كل شهر ولا اتنين ولا؟ لا كل سنة 4-5 مرات. طيب يعني نقول كل 3 شهور مثلا، يعني كنت بتتردد بشكل دائم. نعم. يعني كنت متردد قبل كده 20 مرة مثلا قبل ما يسحبوا منك؟ لا علاقاتي قوية ولله الحمد، أعرف الكل. طب إزاي ليه سحبوا منك الجواب؟ ما هذا دي المشكلة. المصيبة مش دي بس، المصيبة إن ما فيش حد استطاع يجيب جواز سفر من اللي أعرفهم. الدكتور ولاتي ما عرفش يجيبه، كان وزير. كان وزير خارجية. أي. وبعدين يعني الطقم كله، ما أقدرش أقول لك كل الأسماء، لم يستطع يجيبه في الآخر غير واحد، وأعطاه واحد تاني. اللي جابه كمال خرازي، وما كانش وزير. كان في مجلس الدفاع الأعلى. أنا قلت لك إنه كان وكيل وزارة، لا كان في مجلس الدفاع الأعلى. نعم. بالمناسبة أصلح لك حاجة تانية، الوفد اللي كان اترتب عشان يروح في أول زيارة وفد الطيارة الخاصة من 30,000 دولار. وفد الطيارة الخاصة اللي عملناها من إسلام آباد، ما كانش وفد الإخوان المسلمين فقط، ده كان وفد الحركات الإسلامية في العالم. أنت قلت لي إنك من ماليزيا كان فيها أبيم، كان فيها مشومي، كان فيها تركيا، كان فيها باكستان، كان فيها السودان، كان فيها يعني كان لكن انتوا كل كأخوان الحركات الإسلامية في العالم كانوا موجودين. انتوا كأخوان اللي رتبتوه؟ أي نعم. وانتوا اللي دفعتوا قيمة الطيارة؟ أي نعم. ما شاء الله فلوسكم كتير. نعم. والآخر تقول لي والله الإخوان دول غلابة ما فيش معاهم. أنا عايز أصلح معلومة عندك في اتجاه تفكيرك. أنت اتجاه تفكيرك دايما إن ما دام في رجل أعمال بيشتغل على موضوع الوحدة الإسلامية وعلى ردم الفجوة اللي بين الشيعة والسنة، ودي يعني سياسة إخوانية، ما هيش سياستي أنا من عندي لوحدي، يعني أنا سياستي بصفتي من الإخوان، لكن دي سياسة الإخوان وأنا بطبقها. ردم الفجوة اللي بين الشيعة والسنة حتى تحدث الوحدة بين المسلمين في كل أنحاء العالم. نجحت إنك تحقق شيء منها؟ كتير الحمد لله. إزاي وضع السنة في إيران لم يختلف كثيرا ما هو عليه الآن عما كان موجود؟ لا، ما أستطيع أقول هذه. أستطيع أقول أن وضع السنة في إيران، يعني إيران النهاردة، ودي ما أقول أنها يعني أشيفمنت من عندي أنا، ويعني نجاح من عندي أنا بس، لكن مش أنا بس اللي بشتغل. يعني المخلصين والمسلمين في أنحاء كثيرة سواء شيعة أو سنة ماشيين في هذا الخط. حتى السيد علي خمنائي لما عمل مجمع التقريب، وأنا كان لي مؤاخذات عليه على المجمع مش على السيد علي، لما عملوه وقالوا ان احنا عايزين الاخوان يعني يدعموه. فقلت لهم يعني قبل ما يدعموه يعني عايزين فلوس يعني؟ لا انت كل حاجه عندك فلوس يا اخ احمد. انا بس بحاول انا محتاج لفلوس اليومين دول. ربنا يعطيك ان شاء الله. بحاول افهم. لا انت فاهمك يعني مادي كله. انت كل المتصرف. ما انا قاعد مع واحد معاه ملياردير. لازم انا مفلس الان، انا عندي حاجه الان، انا بقول لك بشتري 5 كيلو دقيق، تقول لي معاه كان معاه. الحمد لله. بنسقط على البعد الزمني في كام؟ ايه الدعم اللي طلبوه من الاخوان؟ لا، الدعم هو الدعم المعنوي، الدعم ان هو يعني ينادوا معاهم بهذا ويضعوا يدهم في يدهم، يعني نشر الفكره
في وسط السنة وفي وسط الشيعة. نطمع في ان اللي موجود في ايران لا يشعر بانه سني او شيعي. دي مش سني هتحصل. ما يشعرش انه هو شيعي، لم تحصل في ظل يشعر انه هو مسلم. انا لما بقعد مع اي واحد من الايرانيين او لما بروح ايران ما بشعر ابدا، وعلاقاتي والله عندي بعضهم احبهم من قلبي. السنة دي اول باب الالتقاء اذا حبيت تعمل وحدة بين الشيعة والسنة. المشاكل اللي بيحاربونا في كل مكان ما بيحاربونا على اننا سنة ولا شيعة، بيحاربونا على اننا مسلمين. اما تحارب الخميني لما طلع تحارب على انه هو رمز الاسلام. لما اما قتل الشهيد حسن البنا قتل لانه رمز الاسلام. هل علاقتك مع دي انت جيت لنقطة، الله يحميك يا شيخ، دي انت جبت نقطة كانت من اخطر النقط اللي كانت بترعبني في حياتي وفي تحركاتي السياسية. لما اجيب دولت ويجوا عندي في البيت ويكون حد منهم متابع من اعدائهم ويطلع من عندي ويتقتل، كنت اروح فيها انا. مش لازم يتقتل اي مقتول. لا ممكن تحصل، يتقتل يتخطف. يعني انت كنت السلطات السويسرية يعني كانت بتحرسهم؟ انا اقول لك مثلا كان يطلع الواحد من عندي لازم هو ما يعرفش، لازم في سيارة طلعها قدامه، سيارة وراها، والسيارة بتاعته انا اللي سايقها بنفسي عشان اذا حصل حاجة اروح معاه. سيارات منين دي؟ بتاعتي. مش ما كنتش بترتب مع السلطات السويسرية او الايطالية؟ ولا حد يعرف عنهم حاجة. مرة واحدة كنت رتبت مش للسيارات لكن لإذن علشان يجيبوا طيارة خاصة تيجي من ديفوس، من المؤتمر العالمي بتاع لا هنا هوت انها تنزل قدام البيت عندي. الطيارة تنزل قدام البيت؟ ايوه. دي كان مين اللي فيها دي؟ سامحنا في دي. فوت دي. انا ما بعرفش افوت. لا ما نقدر. دي امتى؟ سنة كام دي؟ يعني لا حول ولا قوة الا بالله. ما اذكر. وما يمكن ناس ما زالوا موجودين، ما يعني ما تمشي. دي الحل الوحيدة اللي انا يعني طلبت من السلطات فيها اذن. اما حتى نزول الطيارة في المطار هنا هوت علشان طيارة كبيرة وبتعمل دوشة، دي انا ما اخذت اذن من السلطات، انا طلبت واحد من اصدقائي انه هو له علاقات كبيرة انه هو رتبها. أن الرجل يلعب دورا أكبر من كل هذا ربما لا يعلم به كثير من الناس، حيث أنه لم يكن مجرد رئيس لمجلس إدارة بنك التقوى أو رجل أعمال مشهور تنتشر أعماله ومشروعاته في نطاق 25 دولة فحسب، وإنما لعب طوال 25 عاما الماضية دورا هاما في جماعة الإخوان المسلمين، حيث أنه كان مفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة، وقام من خلال هذا العمل بأدوار ووساطات دولية عديدة وهامة، حيث رتب العلاقة بين الإخوان المسلمين والثورة الإيرانية من أول يوم قامت فيه. التي نراها تهبط وتسقط وتتفتت أمامنا يوما بعد يوم. ولقد كان للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله تعالى ثم بفضل قياداتها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه والسيد القائد الخامنائي حفظه الله، وهم نموذج الحقيقة في أمام الهيمنة الغربية ونموذج أمام الأمة الإسلامية لكي تنهض. وأنا أذكر بعض الملامح التي اجتذبتني شخصيا فضلا عن التفكير العلمي والتفكير الريادي للإمام الخميني. ونحن نقول كثيرا أننا تعلمنا من الإمام الخميني كما تعلمنا من الإمام حسن البنا